الهجوم هذه المرة في الجهة اليمنى وجول. جول عند الدقيقة 21 يتقدم نيمار ويسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة. قبل الهدف اعتقد عرقلوا ميسي، ولكن تقدم داني ألفيش وحولها مباشرة إلى نيمار، ونيمار يسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة أمامك الأسبان وغير الأسبان اللي يحضرون هذه المباراة. لاحظ الأولى، الثانية من ميسي، شوف هنا، لا والله سقط سواريز، لكن مباشرة برازيلية أرجنتينية برازيلية أولى، برازيلية ثانية في المرمى. البرازيلية الثانية كانت من المتقدم داني ألفيش، والمباريات خلاص ياخذ النقاط ويمشي. هنا جول 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 جول، الصانع يصنع والمهاجم يهدف والهداف يهدف. الصانع البرازيلي اليوم داني ألفيش اللي صنع الجول الأول وصنع أيضا الجول الثاني، وكل جول أجمل من الثاني لأن جول نيمار روعة، سواريز أروع، ونفس اللاعب داني ألفيش يصنع الهدفين. لاحظ مرة أخرى، لاحظ انطلاقة نيمار، انطلاقة ميسي، انطلاقة سواريز وصلت إلى لويس. يا سلام يا سلام، خلاص الصانع يصنع والهداف يهدف ويأتي الهدف الثاني الآن. يعني بدت اللقطة كأن سباق خيل الحقيقة ما بين الثلاثة، كأن في سباق خيل. يوم ما وصلت الكرة إلى داني ألفيش الثلاثي يتقدم، ما وصلت نيمار، ما وصلت ميسي، تبادل وصلت إلى نيستا. ماتيو ماخذ مكان، تقدم ماتيو وسيطر على الكرة، حوحها. يا الله يا الله، الثالث، الهدف الثالث اللي ما عمل الحقيقة ماتيو في الشوط الأول يعمل الآن في الشوط الثاني. ماتيو ليش جاء الهدف؟ لأنه ما عقد الموضوع، مباشرة من لمسة واحدة على طول أوصلها إلى نيمار، ونيمار يسجل الهدف. شوف لأنه لو عقد الموضوع، لو استلم الكرة، لو تقدم فيه على طول يتقدم، ومن لمسة واحدة كانت كافية أن برشلونة يسجل الهدف الثالث. وبالتالي أمامك الآن نيمار أو سواريز يأتيك الهدف الثالث. لاحظ انيستا الرائع وماتيو في لقطة جميلة، مركز الحقيقة هذه المرة. يعني هو تقدم كثيرا في الشوط الأول، لكن كراته ما كانت مركزة مثل